هلو حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب ان شاء الله تكونون بألف صحة وعافية. طبعا اليوم حبيت اشوفكم للمطبخ مال شقتنا الجديدة. فهنا اول شي عندنا ممر صغير اول ما نطب للمطبخ، علقت بهاي اللوحة، وهاي المدخل يكون هيجي. هنا أنا خليت ميز صغير وثلاجة، وهذا التلفزيون خليته هنا على مود ميار، مرات اقعدها هنا على الميز مالتها وعلق لها كرتون. واهم شي هو يكون المطبخ بيه شباك، فما اقول لكم يعني ايش قد نفها صار المطبخ من بيه شباك. بهذه الشقة القديمة ما كان عندنا شباك بالمطبخ، فكان كلش خنقة، يعني حتى لا اطبخ شي البيت كليته يصير بيه ريحة. هسه هنا شوينا الحمد لله اقدر افتح الشباك يعني يتنفس المطبخ. وهذا الكاونتر حبايبي، صحيح هو مو حيل كبير المطبخ، بس لكنه انه مكفينه وافضل من هذاك القديم. وهذا السينك والطباخ يكون هنا. طبعا حبايبي راح اسوي فطور ان شاء الله. عندي هنا اللحم طلعته يموع من الصبح فماع، راح اسوي تشريب وراح اخلي وياه تمن، يعني تشريب وتمن راح اسوي. وان شاء الله راح اسوي يمكن احمر. راح اخلي وياه بوتيتا وبصل. طبعا البوتيتا مو اجباري لان هو اصلا ما بيه بوتيتا، بس احنا نضيف يعني حسب الرغبة. وراح اخلي وياه نومي بصرة سودة، وراح اخلي ورق غار. طبعا قلت نومي بصرة، احنا بالعراق نسميها نومي بصرة، بس بالدول العربية يسموها نومي مجفف. ما راح اخلي حمص وياه، راح اكتفي بس بالورق غار والنومي بصرة والبوتيتا والبصل، لانه ما راح اخلي ثريد، بس انه تمن وخلاص. انا حبايبي بعد ما قطعت البصل والبوتيتا ضفت عليهم ورق غار وحب هيل وقرنفل، تقريبا 5 حبايات هيجي. وهسه راح اضيف عليهم همات القرفة. طبعا كل مرة اضيف انا القرفة العوادين تجي اضيف فد 1 أو 2 مرات حسب الكمية، بس هسه عندي المطحونة بس، فراح اخلي المطحونة. طبعا بنات تتطعم بالتشريب يخبل صدق، يعني لازم تجربوها، راح تدمنوها لهاي الوصفة. يعني قمت ابد ما اغيرها، ايش قد ما طيب التشريب يطلع. بالتشريب الاصفر راح اضيف الكركم، بس هنا انا راح اسوي احمر، ما راح اضيف. هسه راح اتركه ينحمس على نار وسط على راحته فد 20 دقيقة ربع ساعة. كل ما ينحمس اكثر كل ما يصير اطيب عندكم، بس اهم شي النار تكون وسط مو حيل عالية على مود لا يلجع عندكم اللحم ويحترق. ان شاء الله ارجع لكم بعد ما ينحمس عندي. هنا أنا حبايبي حمس عندنا التشريب، نقلبه تقليبة خفيفة واضيف عليه المعجون على مود تروح الريحة مال معجون الطماطة. وطبعا نسيت اقول لكم هم ضفت فلفل اسود، اذا عندكم مطحون او حب ماكو مشكلة، اثنيناتن يصيرن. وهسه نضيف المعجون. طبعا بعد ما اضيف المعجون اتركه هم ينحمس فد ربع ساعة، ومثل ما قلت لكم اهم شي النار على وسط. هسه اتركه ينحمس وارجع لكم. هنا أنا حبايبي بعد ما عدت الربع ساعة على الحمس راح أضيف مي. طبعا أهم شي المي يكون ماي للحرورة، يعني مو دافي ولا بارد، لا يكون ماي للحرورة على مود اللحم ما يصير عندكم قوي وما يجزر، يعني يستوي همات بسرعة
وهمات يصير لين اللحم ما يصير قوي. فدائما خلوا مي شوية مايل للحرارة. والملح ما أضيفه أني همات رأسا، يعني أخليه على نار عالية لحد ما يستوي عندي. أبدي أنصيه على نار وسط، بعدين شوية نار هادئة فد نص ساعة. وبهاي النص ساعة أخلي الملح، يعني بعد ما أخليه يتهدر على نار شوية هادئة يرتاح، أخلي عليه الملح على مود ليصير اللحم عندي فاهي. وهنا أنا حبايبي التشريب بعد ما استوى عندنا، طبعا ما احكي لكم الريحة تموت. وهاي حبايب سفرتنا. طبعا سويت عصاير ولبن اكيد، وخليت تمر والمقبلات، وهذا الماعون مال التشريب والتمن. طبعا ميز شوية صغير فخلي صحن واحد، انه ما يوسع صحنين، بس انه كبير الصحن. وهاي الشوربة مال الخضروات اللي نزلت لكم اياها. هنا انا سويت هاي مال سبانغ الشوربة، طبعا كلش طيبة. وهذا الماعون الثاني. وإن شاء الله يعجبكم حبايبي الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله سهمكم العافية يا ربي. مع ألف سلامة.